ما ينفعش اكون قاعدة في السعودية وما اعملش معاكم الترند الجديد كبسة الهام. هنعمل النهاردة مع بعض كبسة الهام بالدجاج، وصفة سهلة وسريعة ولذيذة جدا ومش بتاخد وقفة كتير في المطبخ ولا مجهود. المكونات بتاعتها موجودة في كل بيت، هنعملها كلها في حلة واحدة، مش هتاخد مننا تجهيز نص ساعة. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الخطوات بالتفصيل والنتيجة تطلع معاكي مبهرة. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي بالمقادير. معايا هنا فرخة شايلة منها كل الجلد بتاعها ومغسولة كويس جدا بالمية والملح والدقيق، وحط عليها معلقة طحينة علشان الزفارة. ومعايا 3 بصلات حجم متوسط متقطعين جوليان، ممكن تقطعيهم مكعبات لو حابة، لكن عامة في الكبسة السعودي التقطيعة بتكون جوليان. البهار اللي احنا مستخدمينه الحب، معايا لومي وقرفة، وكمان معايا قرنفل. والحاجات المهمة جدا للكبسة هي الكمون الحصى، ورق لورا وحبهان، ومعلقة كده من بهارات الكبسة. هجيب حلة على النار واحط فيها زيت واسخن الزيت كويس جدا، وهنزل بالبصل بتاعنا. احنا هنحمر البصل زي اللي عارفين البصل اللي احنا بنحمره للرز الصيادية، عايزين نفس اللون. هتفضلي كده تشتغلي على نار عالية لغاية ما توصلي للون اللي احنا عاوزينه، وايدك فيه على طول. هنقلب باستمرار. من الحاجات اللي بتظبط اللون بتاع الكبسة، كبسة الهام، هي الحاجات المميزة بيها لون البصل المكرمل المحمر ده. هنفضل نقلب فيه لغاية ما يوصل للون ده. البصل المكرمل هو اللي عطيها الطعم المميز عن اي طعم رز بسمتي او اي طعم كبسة تانية. اي نوع كبسة تانية مش بيتعمل بالبصل المحمر ده، كبسة الهام بس هي اللي بتتعمل بالطريقة دي. لو متابعة معايا الفيديو لحد دلوقتي روحي اعملي لايك يلا واشتركي في القناة. ده الشكل البصل اللي انا عاوزاه، ولسه هديله تكة كمان وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هفضل اقلب فيه على طول، اهم حاجة ما يتحرقش، ياخد لون بني كده غامق شوية بس مش محروق، لو اتحرق منك هيديه مرارة. هقلب كده خلاص وهوصل للي انا عايزاه، اللون اللي انا عايزاه. اتخلص بس من القطع اللي هي بيكون لونها فاتح شوية دي، علشان البصل يبقى لونه كله موحد زي بعضه. أكلة سهلة وسريعة مش بتاخد وقت خالص. خلاص خد اللون اللي أنا عايزاه، هنزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي. تقدري تقطعيها أربع أو تقطعيها يعني قطع أصغر من كده، التقطيعة اللي انت عايزاه، بس أهم حاجة تكون مخلية من الجلد. احنا الخطوة دي هنعمل ايه؟ احنا هنحمر الفراخ، هنديها تحميرة كده تاخد لون جميل بسيط، وبعدين ننزل بالمكونات بتاعتنا. هي مش بتاخد وقت خالص لان طبعا كمية الزيت كتيرة والنار بتبقى عالية، فمش هتاخد مننا وقت. بس اهم حاجة ما نقلبهاش، يعني هنسيبها كده، انا بظبطها بس في الحلة ان هي تبقى جنب بعضها علشان تاخد لون، واسيبها تاخد لون من تحت وبعدين هقلبها. بدأ ياخد لون اهو، هقلبها بقى على طول. هي مش هتتحمر التحميرة اللي انتوا واخدين بالكم منها يعني اللي هي الغامقة، لا هي بتاخد لون خفيف كده. اللون الاساسي اللي هتاخده لما نحط كل المكونات على بعض. هقلبها كده علشان تتحمر من الناحية التانية والاتجاه التاني. والله الأكلة دي مش بتاخد تجهيز، يعني نص ساعة وبتكون جاهزة معانا. وطبعا لو عندك حلة ضغط هتاخد الموضوع هيبقى أسهل بكتير. حلة الضغط بتاعتي أنا سايباها في مصر، لو انتي عندك هتوفر معاكي وقت أكتر بزيادة، يعني هي مش تاخد نص ساعة، تخيلي بقى تعمليها في أقل كمان. خلاص أنا كده هجهز بقى التوابل بتاعتي وهنزل بيها كلها عليها، والفرخة بتتحمر، والملح والفلفل الاسمر طبعا لان انا ما كنتش مصوراه في التوابل التانية. لازم ملح فلفل اسمر علشان الزفارة. كل الحاجات دي بقى هقلبها كويس، وهنزل بمعلقة كبيرة بمعلقتين كبار من الصلصة المعلبة، لازم الصلصة تكون معلبة. هقلب بقى المكونات دي كده في بعض تاخد غلوتين وريحة التوابل تطلع معايا. وهضيف كمان مكعب من مرقة الدجاج، هي مش بتضيف ليها مكعب مرقة الدجاج، بس انا لما دقتها حسيت ان هي متضاف لها بهار زيادة. وانتي لو عندك البهار ما تنسيش البهارات بتاعة الكبسة اللي هي بتكون جاهزة، هناخد منها معلقة صغيرة.
ما تكتريش البهارات لان احنا حاطين البهارات الحصى. البهارات الحصى انا بفضلها عامه في اي كبسه علشان النكهه بتاعتها بتبقى قويه، فما تكتريش من البهارات الكبسه اللي هي المطحونه علشان الطعم ما يديش معانا بمرار. خلاص انا هنزل كده بالميه بتاعتي وهسيب الفراخ تتسلق. هزود كمية المية علشان احنا هنسوي كل حاجة في نفس الحلة، يعني هنزود المية بزيادة شوية علشان لسه هنسلق الرز البسمتي فيها. كبسة الهام ايه اللي بيميزها عن الكبسات التانية؟ ان البصل بنحمره جدا، وان الرز نفسه بيكون فيه شوية من المية، يعني مش بيكون ناشف خالص، لا. عارفين المبكبكة؟ يعني الى حد ما شبه المبكبكة. هي بتعمل كبسة الهام عامة بالمكرونة او بالرز. هسيب بقى الفراخ تستوى معايا، بتاخد حوالي ربع ساعة. هنا هكشف عليها بقى بعد ربع ساعة، ما شاء الله استوت وبقت زي الفل. شايفين لون المية لما غلى مع الصلصة ومع البصل بقى لونه عامل ازاي؟ خلاص كده الفراخ استوت معايا بنسبة 80%. يعني انا مش هسوي الفراخ تسوية كاملة، لان هي لسه هتكمل تسوية مع الرز علشان لما نيجي نقلبها ما تتكسرش مننا وتتهري. خدوا بالكم من الخطوة دي. هدوق بقى هنا المية وهظبط الملح، وهكون غاسلة الرز البسمتي بتاعي ونقعاه 10 دقايق، ما نقعوش كتير، وبعدين هصفيه كويس جدا. انا هنا مستخدمة 3 كوبايات من الرز البسمتي. الكمية اللي انتوا شايفينها دي عملت معايا كمية كبيرة جدا. هنزل بالرز كله، شايفين المية زيادة عن اللزوم، ما تخافيش. وهنزل بقى ب3 وحدات من الفلفل الحامي، بيدوا طعم حلو جدا عامة للكبسة. هقلب بقى وهقفل على الرز بتاعي وهسيبه يستوى. طبعا هتتخضوا من شكل المية، شكل المية الرز مش باين، لا ما تقلقيش خالص. الرز البسمتي من الحاجات اللي حجمها يعني بيزيد، هيشرب المية وهيبقى شوية صغيرين، وهو ده المطلوب. هغطي بقى ربع ساعة كمان ونروح نجهز سلطة الدقوس اللي ما تنفعش الكبسة من غيرها. معايا هنا طماطميتين متقطعين و2 فلفل حامي، ممكن تبدليهم بفلفل بارد لو مش حابة، ويعني شوية كده من الكزبرة الخضراء و3 فصوص توم. كل المكونات دي هضربها في الكبة وهفرمها فرم ناعم شوية. لو انتي هي بصراحة سلطة الدقوس من الحاجات اللي بتبقى حامية، انا بحبها حامية، ممكن تزودي الفلفل البارد وممكن تستغني عن الحامي خالص. هنزل بقى بملح وفلفل اسود ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة كبيرة من الخل. كل المكونات دي بقى هضربها كويس جدا في الكبة وانعمها معايا. ما ينفعش كبسة من غير سلطة الدقوس. خلاص كده جاهزة معانا وزي الفل. ونسيت اقول لكم ان لازم نحط عليها معلقة كبيرة من معجون الطماطم. هنفتح بقى على الكبسة بتاعتنا، ما شاء الله جميلة واستوت وبقت زي الفل، وفي نفس الوقت لسه جوسي كده. شايفين الرز مستوي ومفلفل، مش معجن خالص، على الرغم ان كمية المية كانت كتير جدا. لكن الفراخ زي ما قلت لكم ما كانتش مستوية بنسبة 100%، فهي بتشرب شوية من المية والرز وكل حاجة بتبقى تمام. يلا بينا بقى نغرف الكبسة الهام ونشوف شكلها في الغرف عامل ازاي. ما شاء الله نازلة جميلة وزي الفل. شايفين قطع الفراخ زي الفل. انا منزلتش بالكمية كلها لان الطبق طلع صغير، فانا نزلت بشوية بس صغيرين وبعدين كملت تاني. ما شاء الله الرز مستوي جدا وطعمه تحفة بجد. طعم كبسة الهام مختلف عن اي طعم كبسة انتوا دقتوها او عملتوها قبل كده. جربوها وهتعجبكم. كبسة الهام هنحط شوية كده من الكزبرة ونزوقها ونجيب سلطة الدقوس وندوق بقى ونقول بسم الله. طعمها تحفة مختلف عن اي نوع كبسة. جربيها هتعجبك، مش بتاخد وقت كتير ولا مجهود ولا واقفة في المطبخ. احنا كده خلصنا فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده وقوليلي بتتابعيني من اي بلد وايه الوصفات اللي انتي جربتيها مني وعجبتني. ولو حبيتي تعملي وصفة
انا اعمل وصفة معينة اكتبيلي في الكومنتات وانا هعملها على طول. اشوفكم على خير مع وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.